بعد ما طلع قرار من النادي الأهلي في بيان إن النهاردة هيبقى في اجتماع الساعة 11 الصبح. والاجتماع ده خلص، والاجتماع ده قالوا فيه إيه بقى؟ قالك إن إحنا لو ما جابوش تحكيم أجانب وأجلوا المباراة مش هنلعب الماتش. لو الاتحاد المصري قايل هيبقى فيه 3 ماتشات، الاتحاد والرابطة قايلين هيبقى فيه 3 ماتشات تحكيم أجنبي، أهلي زمالك أهلي بيراميدز، زمالك وبيراميدز. فما طلعش فيه تحكيم اجنبي. الاهلي عمل ايه؟ قال لهم انا مش هلعب الماتش. فقدام قدام الاتحاد الكوره كده ايه، هم في مأزق، لان مش هيقدروا يلغوا الماتش لان في رعاه وفي ناس مستنيين المباراه دي. فايه اللي هيحصل؟ دوروا على تحكيم. راح دوروا لك في تحكيم عرب. اول ما الاهلي نزل القرار، الاهلي التربيه والتعليم، خلي دي في بالك، اول ما الاهلي نزل القرار معتز ابراهيم، حكم معتز ابراهيم اللي حكم مباراة الاهلي والوداد اللي خلصت هنا في مصر 2-1 في نهائي افريقيا. ك الاهلي شفت عمل ايه؟ شفت نادي التربية والتعليم عمل ايه؟ فهتيجي تتكلم معايا، تتكلم بقى لما شوف حد يكلمني، لان احنا النادي الاهلي يا حبيبي، مش اي حد. خلينا اتحاد الكرة يلف حوالين نفسه في ثانية واحدة، ما كملش ساعتين نزل القرار من هنا. هم راحوا يدوروا هيبعتوا له طيارة خاصة، طيارة خاصة يجي بقى لحد الماتش. فاهم يعني ايه؟ فحط دي في بالك، الاهلي للتربية والتعليم.